يا صباح الفل، ايه رأيكم بقى نعمل الترند الجديد بتاع بلبن؟ هنعمل الكشري الحلو، بس هنعمله بطريقتي انا، طريقة الغلابة. مش هتحتاجي ان انت تشتري حاجات ب 500 الف جنيه ولا حاجة عشان تعمليه، لا هنعمله بطريقة اقتصادية جدا. شايفين شكله ولا طعمه كان اكتر من رائع. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف احنا عملناه ازاي. جبت هنا الصاجة الكبيرة بتاعة الفرن، وجبت لفة جلاش خدت منها التلت، بس كل اللي احتاجته التلت. طبعا هي كانت طالعة من الفريزر، فده ساعدني انها تتقطع وتتفرفت معايا بسرعه. يعني حاولي ان انت تفرفتيها كده وتبقى بعيده عن بعضها علشان ما تاخدش معاكي وقت في التحميص. عملتها بايدي كده زي ما انتم شايفين. عايزاكم تعذروني على الصوت، انا عندي برد واظن كده يعني صوتي واضح، ادعوا لي بالشفاء. وبعد كده كنت جايبه نص كيلو كنافه، خدت منه 8 كيلو. يعني كل اللي هنحتاجه 8 كيلو من الكنافه وتلت لفه جلاش. برضو حاولت ان انا فرفتها كده كويس قوي ووزعها حلو في الصينيه علشان تتحمص معايا حلو وما تاخدش وقت في التحميص. وبس كده، ورحت مدخلاهم الفرن يتحمصوا من غير سمنه ولا اي حاجه. وعلى ما يتحمصوا هنروح نحضر الرز بلبن. عندي كوبايتين كبار من الميه، حطيت فيهم نص كوبايه من الرز وحطيتهم على النار وسبتهم لما استووا كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ضفت عليهم لتر الا كوبايه من الحليب، واقول لك الكوبايه هنعمل بيها ايه. قلبي بقى كويس يا ست الكل. وكوبايه الحليب اللي احنا راكنينها على جنب. وضفت هنا السكر، طبعا السكر ده حسب الرغبه، حاولي ما تكتريش في السكر، السكر غالي. كوبايه الحليب بقى حطيت فيها معلقتين من النشا، ورحت ضيفاها على الرز بلبن وقلبي كويس عشان ما يكلكعش. ويا سلام لو معلقه قشطه بلدي هيودي لك الرز في حته تانية خالص. ونقلب بقى. وضفت كمان ظرف من الفانيليا، بتبقى اخر حاجه ظرف الفانيليا ده. اظن مفيش اسهل من كده. وقلبي بقى لحد ايه ما يتقل معاكي. جبت بقى هنا الطواجن دي، حطيت فيها الاول الكنافه طبعا بعد ما اتحمصت، وابتديت ان انا احط عليها الرز بلبن زي ما انتم شايفين كده. اظن مفيش اسهل من كده، تقدري تعملي لاولادك في البيت الحاجات اللي هم بيشوفوها في المحلات بره وبتبقى غاليه، بس بطريقه سهله وطريقه اقتصاديه. عايزه اقول لك ان الكوبايه في بلبن بتتباع ب 60 جنيه. وابتديت بقى ان انا احط على الوش كده الجلاش ده بقى اللي هو ايه، المفروض اللي هو ايه بيبقى البصل المحمر. وحطيت الجلاش اللي احنا حمصناه. هو على فكرة لونه فاتح شوية، بس هو كان متحمص كويس جدا. شايفين؟ اظن مفيش اسهل وابسط من كده، طريقه اقتصاديه جدا. على فكره انا لما اشتريت الكوبايه من بلبن دسمه جدا وفيها حاجات كتير وكريمه، انا ما قدرتش اكلها. لكن دي والله طريقتها سهله وبسيطه وطعمها حلو جدا. وبعد كده حطيت بقى شوكولاته من فوق للتزيين. طبعا بقى لو انت يعني انت حابه بقى عندك حاجات تاني وعايزه تجودي حطي، عايزه تحطي فاكهه براحتك. بس انا قصدت ان انا اعملها كده عشان اعرفك ان احنا ممكن نعمل الحاجات اللي احنا بنشوفها بره بطريقه اقتصاديه وعلى قد ايدينا. يا رب الفيديو يكون عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه